القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. بعد تمديد مدة حراسته النظرية لدى البراقة الوطنية للشرطة القضائية، قررت المحكمة الزجرية عين 7 بالدار البيضاء متابعة مراد الكرتومي رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة دار البيضاء في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالتشهير وإهانة قضاء، بعدما نشر سلسلة من المقاطع المصورة يتهم فيها عددا من المسؤولين بالفساد. وعلمت سبيريس أن الكرتومي أحيل على سجن عكاشة في انتظار الجلسة الأولى من محاكمته الأربعاء أو الخميس المقبلين، بعد أن آثر التزام الصمت طيل مدة التحقيق مع عناصر البراقة الوطنية للشرطة القضائية. غير أن مصدرا من عائلة المتهم شدد على أن المعني بالأمر قدم أقراصا مدمجة للمحققين يعتقد أنها تتضمن عددا من الأدلة على الأتهامات التي سبق ووجهها إلى قضاة وإلى رئيس تحرير يومية وطنية. سعيد سعود، رئيس للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، كشف في تصريح له سبيريس أن محامين عن رئيس التحرير المذكور وعن نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة كانوا في مواجهة الكرتومي، متسائلا في هذا السياق عن السبب الذي دفع هذين التنظيمين إلى تبني القضية، بالرغم من أن المعني بالأمر ذكر أشخاصا ينتمون للجسم القضائي في الفيديوهات التي نشرها، ولم يقدموا على ذكر هيئات أو تنظيمات بعينها. من جهته، سجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بلاغ توصلت به جريدة سبيريس الإلكترونية عن تمثيل نادي قضاة المغرب أمام المحاكم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمامها وأمام باقي الإدارات، إنما هي مهمة يملك صلاحياتها رئيس النادي وحده وفقا للنص المادة 42 من القانون الأساسي للنادي. وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن النادي بهذه الصفة لم يتقدم بأي شكاية ضد المواطن المعتقل لأي جهة قضائية قبل أن يعود ويعلن استنادا إلى مقررات اجتماع سابق فتح بحث داخلي في هذه القضية ومعالجتها وفق أنظمته الداخلية المعمول بها. وعاد رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى تسجيل تخوفه من أن يحدث التعاطف بين القضاة وزملائهم الذين اتهامهم الكرتومي بالفساد، مضيفا أن المرصد له الثقة الكاملة في الجسم القضائي قبل أن يكشف عن إحداث المرصد للجنة يقظة ستقوم بتتبع أطوار هذه المحاكمة. وشهد محيط محكمة عين 7 خلال وصول الكرتومي احتجاجات من طرف زملائه في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام للمطالبة بإطلاق سراحه فورا، غير أن السلطات العمومية فرقت الوقف وأجلت زملاء الناشط بعيدا عن بناية المحكمة المذكورة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.